خير يا جماعة. دي أنا قلت في المتحف القبطي أول ما بتعدي الصالة، أول صالة تقابلك اللي فيها رجل بمزمار نوبي على نسيج. احنا ما بنشرحش حاجة في الصالة دي. بعد كده بتخش أول صالة بقى اللي هي الصالة اللي بتمثل تأثر الفن المسيحي بالميثولوجي اليونانية أو الأساطير اليونانية. وهنا معانا أول دليل، أول ما بتخش من الصالة على إيدك اليمين بتلاقي العتب ده كان عتب فوق بيت. هنا العتب دوت عبارة عن إيه؟ هو من الحجر. هنلاقي هنا حورية البحر أهي، وحورية البحر في الدين المسيحي بتمثل إيه؟ بتمثل الإغواء والإغراء، والبحر بيمثل العالم. وهي موجودة على دراجون أهو. دراجون ده بيمثل الشيطان، لأن هي بتمثل الإغواء والإغراء من الشيطان. وهنا هنلاقي دولفين، والدولفين هنا بيرمز للسيد المسيح أو يد السيد المسيح اللي هتنقذ البشرية من إغواءات وإغراءات الشيطان. وهنلاقيها هنا ماسكة أهوت شرب فوق دماغها بيمثل للقبة السماوية. يبقى هنا ديت حورية البحر ديت أصلا دوت من الأساطير اليونانية. فهنا بنشوف قد إيه هو أخد رموز يونانية علشان يبين بيها انتصار المسيحية على الأتييزم أو الشيطان. شكرا جزيلا.